السلام عليكم، انا هايدي وده مطبخ ليلى. النهارده هنعمل شيش طاووق. انا ولادي طلبوا مني شيش طاووق وانا ما كانش عندي وراك فراخ، وانا بحب اعمله بالوراك. فكان عندي بانيه تخين شويه، آه قطعته مكعبات وعملت لهم بيه شيش طاووق. حطيت زبادي وحليب وليمونه ومعلقه صلصه ومعلقه مستردة وبهارات فراخ وبهارات مشاوي وبابريكا وايه تاني وكاري وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه عسل. دايما بحب احط على الفراخ او اللحمه عسل او الصلصه عشان توازن الطعم وبابريكا. بس كده اقلب كله وبعدين احط الفراخ واقلبها فيه واحط الخضار، فلفل رومي اخضر والوان وبصلايه واحده، عشان انا حطيت خضار قليل شويه لان انا بنتي الصغيره مش بتحب الخضار، فعملت لها سياخ من غير خضار. ايوه كده. وهقطع بصلايه واحطها عليهم واقلب التتبيله بالفراخ بالخضار واحطها في التلاجة وابيتها ليلة. ما عندكيش ليلة مش مشكلة، نص ساعة كويس. بس خلاص قطعت البصل مكعبات بصلة وخلاص على كده، وهنحطها في التلاجة ونبتدي طلعناها تاني يوم. يلا بينا نسيخ. هحط الخضار الاول، بصل والفلفل الالوان وبعدين قطعة من الفراخ مكعبة وبعدين بصل وفلفل وهكذا. هو التسيخ مفهوش حاجة يعني. السوا بقى ممكن تحطيها في صينية في الفرن، وممكن تحطيها على البوتاجاز من فوق، تدهني صينية فيها زيت وتحطيها على البوتاجاز فوق من فوق. ممكن تدخليها الاير فراير على درجة حرارة متوسطة. ممكن تعملي اي حاجة مناسبة ليكي. انا حطيت بعد ما خلصت حطيت زيت، مش فاكرة انا قلت لكم ولا لا، بس انا حطيت بعد ما التتبيلة خلصت، بعد ما عملت التتبيلة حطيت شوية زيت بس. تقدري تحطي زيت زيتون، حطي زيت اللي يناسبك اللي عندك. بس كده خلاص هسيخهم كلهم واخلصهم. انا هعملهم على البوتاجاز من فوق، دهنت الصينية زيت وهفضل اقلبهم لغاية لما يخلصوا خالص. قدمت معاهم مكرونة بطماطم، قولولي لو عاوزين طريقة المكرونة هبقى انزلها لكم. بس كده وخلاص. حطها على طبق المكرونة من فوق. فظيعة يا جماعة، طعمها خطير. ممكن على فكرة تولعوا لها فحمية لو انتوا عاوزين عشان تبقى بطعم وريحة الفحم. يلا اعملوا لي لايكات وكومنتات، شجعوني. اشتركوا في القناة وفي البيج. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.